انا يا جدعان عاوز اوضح لكم حاجه. صباح الخير اعضاء الجروب الكرام. اولا انا كعمرو لما بقول لك هعمل لك حاجه انا مش منتظر مقابل، فهمت؟ انا ما بتعاملش مع عرب في ماديات، فهمتوا؟ الا اذا كانت دعوه زمان بقى، بس ما بقتش اعمل. فانا لما بقول لك هاجي لك المطار واقول لك ابعت لي التذكره بتاعتك عشان استقبلك، اعرف ان انا جاي مش هاخد منك فلوس. تمام؟ لما اقول لك هعمل لك كذا وكذا وكذا، اعرف ان انا مش ماليش هاخد منك فلوس. اعرف ان انا يعني بعمل لك مجامله او لله او مقابل دعوه حلوه. تمام؟ في اليوم اللي انا فاضي فيه، يعني في الوقت اللي انا فاضي فيه. فحد امبارح اول امبارح قال لي انا جاي البرازيل وبتاع، قلت له ابعت لي رقم التذكره وانا امبارح اجازه وبتاع وهاجي اخدك، يعني مفيش مشكله. فما بعتش حاجه على الواتس. فلما ما بعتش بعت له رساله قلت له انا كنت منتظر اعرف اني صاله الميعاد مظبوط عشان اجي اخدك. لقيته وصل البرازيل وبيبعت رساله بيقول له والله العظيم نسيت. نسيت ديت تتحمل لي انت. انا مش هصحى لك من النوم او انا قاعد جنب المطار راح اجيبك. فكل واحد يتحمل نسيانه او خطأه. فانا بعرفكم اللي انا لما بقول لك هعمل لك حاجه انا بعملها لك بدون مقابل، فهمت؟ بس في وقت الفضا بتاعي، في الوقت اللي انا ماليش شغال فيه. تمام؟ عشان انا ما بتعاملش مع عرب في ماديات. يعني في واحد مصري قال لي يا عمرو واحد اتنين تلاتة، قلت له ما بتعاملش مع عرب في ماديات. انا هبعت لك رقم واحد هو يقوم ليك بالخدمة وياخد حقه مظبوط. اما انا ما باخدش فلوس من العرب ولا بتعامل معاهم في ماديات. فحتى لما بيجي لي شغل ببعت له حد تاني. تمام؟ فاعرف كده لما بقولك هعمل لك فانا هعمل لك وبدون مقابل. اما انا ما بفرضش نفسي على حد، انا بساعد لله. تمام؟ صباحك فل. سلام.